السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نعمل طريقة القرنبيط الكريسبي المقرمش، وهيفضل معاكي مقرمش لحد ما يبرد. بصراحة وصفة لذيذة جدا. اول حاجة هنجيب القرنبيطة القمرية اللي انتوا شايفينها دي، ما شاء الله كانت طازة وشكلها خطير جدا. وهنضف القرنبيطة خالص من اي حاجة خضراء، وبعد كده هنبدأ ان احنا نقطع القرنبيط على حسب بقى حجم الزهرات اللي انتوا عايزينها. وبعد كده هحطها في طبق وهغسلها تحت مية جارية علشان لو في رملة في اي حاجة تكون نظيفة قبل ما نسلقها. بعد ما غسلت القرنبيط واتاكدت ان مفهوش اي رمله ومفهوش اي حاجه مش كويسه، وطبعا من قبلها انا كنت حاطه الحل على النار علشان الميه تغلي. اول ما الميه ما هتغلي هضيف فيها ربع كوبايه من الحليب، وهضيف معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من الكمون. هسيب القرنبيط حوالي 4 دقايق، مسيبوش اكتر من كده. ولو استوى منك زياده عن اللازم طلعيه في ميه فيها تلج علشان البخار والسخونية ما تكملش في التسوية بتاعته اكتر من ما هو مستوي. هنحضر بقى التتبيلة، وهنحضر كمان الكفر الخارجي بتاع القرنبيط. ده الكفر الخارجي. حطيت كوباية من الدقيق ونص كوباية من النشا، وهضيف كمان معلقة من البيكنج باودر ومعلقة من الكركم، وهقلب المقادير دي كده مع بعض. وكمان هضيف شوية من الملح وشوية من الفلفل الاسمر، وهنركنهم على جنب. وبعد كده هنعمل الخليط اللي هو السائل. هجيب 2 عدد من البيض وهضيف عليهم معلقة من الخل طبعا علشان زفارة البيض. هضيف كمان خضرة شبت وبقدونس او الخضرة اللي انتي بتحبيها. هضيف كمان كوباية من الحليب، وكمان معلقة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة من البيكنج باودر، ومعلقة من البابريكا. هضيف كمان شطة طبعا ده اختياري. هضيف ملح وفلفل اسمر وكمون. هكتب لكم المقادير وكل حاجة في صندوق الوصف. طبعا انا ضفت كل حاجة ولسه ما ضفتش الخضرة، هضيفها دلوقتي. هجيب جنبي كوباية من الدقيق، وهبدأ ان انا انزل بالدقيق تدريجيا. طبعا الخليط ده بيكون خفيف شوية، زي كده خليط الكيكة بس اخف منه شوية. تمام. ببدأ ان انا اضيف تدريجيا طبعا عشان الخليط ما يتقلش مني. وجت مرحلة القلية. طبعا رفعنا الطاسة على النار وفيها زيت غزير، واهم حاجة الزيت يكون سخن. هاخد بقى زهراية كده الاول هحطها في الخليط السائل، وبعد كده هنحطها في الدقيق، وبعد كده على طول في الزيت السخن. بالنسبة بقى ان حجم القرنبيطة كان كبير واحنا طبعا فردين، فانا عملت اللي عملته، يعني عملت على قدنا اتغدينا بيه، والباقي شيلته في علبة في الفريزر. طبعا مش بيحصل له اي حاجه. لو وصلتوا معايا لحد هنا فضلا ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وشكرا لكل اخ وكل اخت بينضم القناه. حاجة مهمة بقى علشان القرنبيط يفضل معاكي مقرمش وكريسبي، ما نطلعوش على مناديل، نطلعه على شبكة والزيت واي حاجة زيادة هتنزل منه علشان يفضل محافظ على القرمشة بتاعته لأطول فترة ممكنة. وبكده بقى نكون خلصنا القرنبيط القمر ده. كنت قليت الطاسة دي وهقلي طاسة تانية. والكمية الباقية طبعا انا شلتها. طبعا لازم بقى اسمعكم صوت القرمشة، سامعين؟ كده نكون خلصنا الوصفة بتاعة النهاردة. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.